عبالك سمك بشهي وطعمته بتضاهي أفخم المطاعم وخلطة تقضيلك على أي زفارة. تمام يا ميت أهلا وسهلا فيكي، وصلتي للمكان الصح. رح أعطيكي تتبيلة للسمك يمكن تكون أول مرة بتجربوها، بتنفع معاكي للقلي وللشوي، ورح أقولك كيف تقليه بالطريقة الصحيحة اللي يضل معاكي بيقرش قرش. بعد أحبائي ومثل ما تعودنا خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وإنتو. لايك وشير للفيديو قبل ما نبدأ، تعليق حلو مثل قلوبكم الحلوة بكون كتير ممنونة لإلكم، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية أحبائي بالنسبة لنوع السمك اختاروا أي نوع أنتو بتحبوه بتفضلوه، لو حبيتوا تستخدموا سمك فيليه برضه بيمشي الحال. بالنسبة لي بغسله أول مرة تحت الحنفية ومرة ومرتين لأتأكد من نظافته، بضيف له معلقة كبيرة من الملح وعصير حبة ليمون، ولحتى تقضي على أي زفارة بتضيفي معلقة كبيرة مليانة من الطحينة اللي هي نفسها الراشي أو الرهش. ما بتتخيلوا يا جماعة معلقة الطحينة قديش بتقضي على الزفارة، يعني ما بتخلي لك فيها أثر أبدا. اتركه منقوع بالطحينة والليمون مدة ما بتقل عن 10 دقايق. بعد هيك بغسله بمي باردة تمام، وبحطه بالمصفاية ليصفي كليات ميته. ولحتى تاكلي سمك من اللي بيشتهيه قلبك كتير مهم عنا انه نعمل شرحات بالسمك. ما عم بتشوفوا انا بعمل على كل جهة ما يقارب 3-4 شرحات. تتغلغل عندي هالتتبيلة بهالسمك ودوقوا وادعوا لي. عندي هون نص باقة من البقدونس، بضيف لها قرن من الفلفل الحراق او الحلو اذا بتحبوه، 4-5 اسنان من الثوم، ملح وفلفل اسود، نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة مليانة من بهارات السمك، وراح اضيف ما يقارب نص كوب من عصير الليمون بيعطيه نكهة بتشهي. بخلط مكوناتي كتير منيح. بعد هيك رح اضيفهم على السمك وبفرك السمك من برا ومن جوا، واي مكان بقدر اوصل له بحط فيه من هالتتبيله. بعد هيك بغطيه وبدخله على الثلاجه على الاقل ساعه. لازم هالتتبيله تتغلغل بكل انسجه السمك. شوفوا احبائي انا هاي الخلطه رح اقلي فيها السمك، ولكن لو حبيتوا انكم تشووه تحطي بصينيه الفرن شوي من البطاطا مقطعين لشرحات، شوي من البصل، فلفل اذا بتحبوا. صفتي السمك فوق البطاطا والبصل، بعد هيك بتدخليه على الفرن بدون ما تغطيه ابدا. طبعا على الرف الاول من تحت، وبتحسبي له بالضبط نص ساعه وبتفقديه. سبق قبل هالمره انا نزلت لكم على الصفحه طريقتي بشوي السمك، فيكم تشوفوا الطريقه. عندي هون كوبين من الطحين بضيف عليهم ملح، وبضيف عليهم معلقه صغيره مليانه من بهارات السمك. بغلف السمك على الوجهين بالطحين وبكتكت الزياده تمام. لحتى اقليه بالطريقه الصحيحه لازم انزله على زيت غزير، وكمان يكون حامي. ابدا مو لازم يكون عندك الزيت قليل او حتى بارد. اول ما بتنزلي السمك على طول بتنزلي الحراره على المتوسط، والسمك ما له روح على طول بيتحمر معك بالضبط، بياخد 7 دقايق مش اكتر من هيك. حمرته على الوجهين، وشو بدي احكي لكم؟ لاحكي لكم على طعمته اللي بتفتح النفس. ضروري انكم تجربوه. وهلا مثل العاده لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك. بشرفني كتير اعرف من اي بلد بتتابعوني، وكمان تخبروني بالتعليقات حتجربوا طريقه السمك هاي او لا.